لو ما سمعتش الجزء الأول أرجع واسمعه دلوقتي، لأن اللي جاي أخطر بكتير. اللي حصل بعدها كان مرعب فوق كل خيال. ولو أول مرة تشوف القناة ما تنساش تشترك وتفعل الجرس علشان توصلك كل القصص اللي بتحصل في بيت الرعب. الساعة كانت 12:28، دقيقتين بس وهنوصل للوقت اللي بيبدأ فيه الكابوس. قعدت على الأرض جنب الباب وقلبي بيخبط زي طبلة. معايا مصباح صغير والموبايل اللي فاضل فيه أثنان بطارية، كل حاجة هدية. بس الهدوء ده كان غريب، كأن في حد بيستناني. أبدأ أتحرك، بصيت في العين السحرية، الطرقة فاضية بس حسيت ريحة شياط في الجو. وفجأة طق طق طق، 3 خبطات على الباب قويين، كان حد بيحاول يكسره. قربت بهدوء، فتحت العين السحرية، لقيت عين ست بصالي من الجهة التانية. والله، عين واحدة سودة ومليانة دموع. وبعدين سمعت الصوت: أنا جيت يا كريم، افتكرني؟ رجلي انسبتني ووقعت على الأرض. إزاي يعني افتكرها؟ هي دي الست اللي ماتت في الحريقة، منى. قررت أفتح الباب، مش بإيدي والله، حسيت كأن في قوة خلتني ألف المفتاح. الباب اتفتح لوحده، مفيش حد بس في ريحة دخان. ورحت لاقي علامة شبه كف ست مرسومة على الأرض قدام الشقة بدم. جريت وقفلت الباب بسرعة، لكن كان في حاجة اتحشرت في الباب، كف ست حقيقي. بس أول ما بصيت الكف اختفى كأن ما كانش موجود. تاني يوم نزلت على طول على شقة أم عايدة، جارتي العجوز اللي ساكنة في الدور التاني. فتحت لي وقالت لي وهي مرعوبة: انت شفتها مش كده؟ قلت: شفت مين؟ قالت: منى، رجعت لك علشان تاخدك بدلها. كل واحد سكن في الشقة دي كان بيشوفها، بس محدش كمل أسبوع. في واحد شنق نفسه في البلكونة، واحدة تانية ولعت في وشها بالجاز. أنا مش مصدق. طب وأنا أعمل إيه؟ قالت لي: في كتاب في خزانة الحيط، افتحه قبل نص الليل، واقفل باب أوضتك بشريط أحمر، وولع شمعة واقرن السطر الأخير فيه، بس إياك تبص وراك وأنت بتقرأ. رجعت البيت، دورت لحد ما لقيت الخزانة، ولقيت جواها كتاب أسود قديم، الجلد بتاعه زي جلد ميت. فتحته، كل صفحة مرسوم فيها حاجات مرعبة، لكن آخر صفحة مكتوب فيها بخط أحمر: من عاد من النار لا يعود وحده. يعني إيه؟ مين رجع؟ ومين معاها؟ الساعة 12 قربت، ولعت شمعة وقعدت جوه دايرة من الملح زي ما الكتاب قال، وبدأت أقرن. وفجأة سمعت صوت خطوات، مش واحدة، أكتر من صوت. واحدة تقيلة والتانية خفيفة، كأن في طفل صغير بيجري والست وراه. وسمعت صوت ضحكة: كريم، احنا هنا مستنينك. فضلت أقرأ بصوت عالي، صوتي بيترعش، والشمعة بدأت تنطفي. وفي لحظة كل حاجة اتقلبت، الحيطان بدأت تسيح، السقف اتشق وطلع منه وشمنة، شعرها محروق، عيونها سودة وبتصرخ: خدت كل حاجة وهاخدك انت كمان. غمضت عيني وصرخت بكل قوتي: روحي، ارجعي، مش مكاني. وبعدين نورت الشقة فجأة، كل حاجة رجعت طبيعية، ولا كأن في حاجة حصلت. بس على حيطة أوضتي كان في جملة مكتوبة بالدم: لسه فاضل خطوة. لو سمعت الجزء التاني اكتب لي في التعليقات. أنا شفتها علشان أعرفك وصلت لآخر حاجة حصلت. ولو عايز تعرف إيه هي الخطوة اللي فاضلة، استناني في الجزء الثالث قريب جدا. بس ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان توصلك القصة قبل ما هي توصلك في الحقيقة، هنا في قناة بيت الرعب.